السلام عليكم، منورينا يا جماعه. القناه الجميله ديت احلى ناس طبعا، منورانا في اي حته وفي اي مكان. احنا كده على كوبري العلم ان شاء الله، احلى كوبري علم. ودمنهور بقى، خميس جو جميل جدا، احلى خميس طبعا. احلى ناس منورانا في اي حته وفي اي مكان. دمنهور العاصمه يعني، عاصمه محافظه البحيره. احلى ناس طبعا في دمنهور، واي احلى ناس في اي حته وفي اي مكان منورانا على القناه دي، في اي حته في العالم طبعا. الريس طبعا بيعدل المناخ بتاعنا، بيوديه في حته تانيه خالص، بيغير التاريخ طبعا. احنا طبعا بنشوف كده على السوشيال ميديا وعلى الحاجات الجميله اللي الريس بيعملها. احلى ريس طبعا، واحلى حاجات بتتعمل في مصر، في العالم بحاله. الريس بيغير تاريخ مصر. النهارده بقى حصل معايا موقف غريب جدا. اول ما صحيت النهارده من النوم، مش عارف في ايه، امي كانت داعيه عليا النهارده ولا ايه، مش عارف. في حاجه كده مش طبيعيه في النهارده. الحمد لله على كل حال، وكل اللي يجيبه ربنا كويس، انا راضي بيه الحمد لله. خير بقى شر اي حاجه ربنا بعتها لي الحمد لله. الحمد لله على كل حاجه واي حاجه. طالما انا اهلي بخير الحمد لله على اي حاجه. اي حاجه بقى تحت رجلي 60 داهيه اي حاجه. اول ما صحيت النهارده بقى، فطرت الفطار الحلو كده زي الناس ما بتفطر كده، الفطار الجميل. والحمد لله شربت قهوتي الجميله، ونزلت بقى ايه، شوف الناس بتعمل ايه في دمنهور يعني. واني راجل محترم محامي كده محترم، محترم يعني، من الناس المحترمه يعني. الله يبارك له. ركب معايا طبعا، شاور لي انا طبعا، ده ملاكي شغال بيه تاكس. ده ملاكي شغال بيه تاكس. ده اي واحد طالع بيشتغل، عشان ما عنديش حاجه تانية اعملها طبعا يعني. واعمل زي اللي الناس بتعمله، كل الناس يعني، وانزل اشتغل واكل بيتي زي اي بني ادم طبيعي ما بيعمل كده يعني، في العالم بحاله. روح. اه. فطبعا نزلت خدت الراجل المحامي المحترم دوت، وديني المرافق، قلت له نوديه او المحكمه، قلت له مفيش مشكله، اركب يا باشا نوديك اي حاجه. لسه طالع بعمل استفتاحه، استفتاحه كده نستفتح بس. ما استفتحناش حتى، الحمد لله استفتحنا بالزبون ونزل. ما شاء الله. عاملين شغل بقى جامد جدا هنا، الله ينور. فطبعا ركب معايا الزبون الاستاذ المحامي المحترم. طبعا دخلت ميدان الساعه. عاملين لجنه ما شاء الله جميله كده، الله يبارك لهم والله، عاملين شغل حلو والله. العقيد طاهر البيه الفخراني، حبيبي والله، بحبك والله. بس مش مستني منك كده يعني. يعني في حاجه اسمها روح القانون، في حاجه اسمها روح القانون. انا لما مش راجل مجدد رخصتي ورخصه العربيه، صارف فوق ال 10000 جنيه، 15000 جنيه مثلا، ولسه مجددهم، ما لحقتش حتى نفرح بيهم. رخصك يعملها لي ركاب بلا اجر. لما انا طالع نشتغل في حاجه اسمها روح القانون، لازم يبقى في روح القانون، حبه كده لربنا يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله بعد وبركاته. موقف الناس. على دماغي يا باشا. فطبعا مفيش حاجه نعملها غير اننا نطلع نشتغل زي الناس كده. الراجل ده شاور لي برضه على دماغي، راجل محترم، طالع نشتغل. ايه المشكله يعني؟ الناس كلها عايزه تشتغل، وفروا لنا شغل واحنا نشتغل، ونبطلوا الشغلانه اللي ما يعلم بقى الا ربنا دي. انت تشتغل يا اما تسرق. احنا عاملين لجنه بقى زي ما عاملين كده دلوقتي، ما شاء الله عاملين لجنه حلوه كمان هنا. لا عاملين شغل جامد جدا والله، الله ينور والله على الناس دي. لا بيتعبوا بصراحه والله. نعمل طبعا يلا. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ فاصل ونواصل يا جماعه، ولسه مكملين.